مسلسل شراب التوتة الحلقة العاشرة مترجمة، أو كما يطلق عليه الجمهور مسلسل شراب التوتة البري الحلقة العاشرة مترجمة للغة العربية، بات من أكثر الأعمال الفنية التركية بحثا عبر جوجل، والذي يترقب الجمهور موعد عرضه. فمسلسل شراب التوت هو من بطولة نجمة ممثلة الأمانة سيلا توروك أوغلو، والتي كانت قد انسحبت من بطولتها المطلقة في مسلسل الأمانة كي تدخل في بطولة جماعية بمسلسل شراب التوت البري الحلقة العاشرة. تعرض حلقة جديدة من مسلسل شراب التوت البري الحلقة العاشرة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، بخلاف عرضها عبر ذلك مترجمة باللغة العربية على منصات مواقع الإلكترونية متخصصة في الدراما التركية. وظهر في مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة إنه يناقش قضايا اجتماعية جديدة بعيدة عن المعتاد، حيث يطرح مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة الكثير من الموضوعات الدراما التركية، حيث يعرض مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة زواج الإجبار الذي يتحول إلى حب مع مرور الوقت، وأيضا قضايا حقوق المرأة وما تتعرض له من إهانات وتحقير. يطرح مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة مشكلة الاختلاف الثقافي بين العائلات، وماذا يمكن أن يحدث عندما يصطدم هذا الاختلاف الثقافي في مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة بين عائلتين مختلفتين تماما. ويعرض أيضا مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة القضية الأخطر، وهي التمسك بالأشياء التي لا نفهمها وندعي أننا أشخاص غير ما نحن عليه. كما يقدم مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة التظاهر بالأشياء لا نؤمن بها من داخلنا، لنجد أن عائلة مديرة المدرسة في مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة هي عائلة تدعى التحضر، وبالأخص تلك المربية الفاضلة التي تحاول تربية الجميع، وفي الحقيقة أنها لا تستطيع تحكم ابنتها أو تعلمها كيفية الحفاظ على شرفها، لتكتشف بعدها حمل ابنتها في مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة. لم تهتم بحجم المصيبة التي فعلتها الفتاة، ولكن كل ما كان يجوب في عقلها أنها لن تناسب عائلة محافظة كي لا تضطر لقبول الآخر أو حتى احترامه، بل إنها تدعى التحضر في مسلسل شراب التوت البري وتدعم الحرية الشخصية، ولكنها في الحقيقة متطرفة ولا تحتمل في مسلسل شراب التوت أن ترى امرأة محجبة لأنها تشعر بنقصها، فتهاجم نساء محجبات بدون أي سبب غير كونهم محجبات بطريقة تنم عن رجعتها وتخلفها. وتظهر في مسلسل شراب التوت الحلقة العاشرة أنها ترفض فتح كزوج لابنتها لمجرد احتفاظه بالعادات القديمة. ومن وجهة نظرها في مسلسل شراب التوت البري الحلقة العاشرة أنه لا يحتسي الخمور دون أن تنظر إلى أنه إنسان راقي وذو أخلاق جيدة، ولم يتخلى عن ابنتها في تلك اللحظة. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.